السلام عليكم خياتي خواتاتي، ان شاء الله يا ربي تلقى لكم هذا الفيديو بخير وباحسن الاحوال. طليت عليكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه من سلسله ليغاتو تاع العيد ان شاء الله. صاب لي بريستيج بالورده اللي دايره حالة هذا العام بحشوه تاع كريمه الشاميه اللي زادته بنه على بنه، يجي يذوب في اليد قبل الفم. وبان تنجح معكم الوصفه ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول للاخير مرحله بمرحله، ففرجه ممتعه. وبسم الله نبداو على بركة الله. جبت ريسيبيون حطيت فيه 125 غرام تاع زبدة، شوية تاع فانيليا، ونص كاس تاع سكر كلاصي. راح نضيف عليهم مغرف تاع كاوكاو يكون محمص وملح رقيق، هنايا تقدروا تستغناو عليه تماما. وبما انه الكاتو تاعنا بذوق الكراميل راح نضيف توفيا اللي خدمتها معكم، وراح نخلي لكم الوصفة تاعها في صندوق الوصف. راح نضيف بيضة كاملة، وراح نضيف شويه من عطر الكراميل اللي راح يعطينا جو مليح للكاتو تاعنا. راح نضيف مغرفه كبيره تاع زيت، وبلا ما ننساو رشه تاع الملح اللي راح تعدل لنا الذوق تاعنا تاع الكاتو. راح نخلط كلش بالميكسر ولا بيديك حتى يعني تحصلوا على قوام كريمي. بالنسبه لعطر الكراميل تلقاوه عند لي بيع دوزان الحلويات، راح يمد لكم واحد الجو الريحه تاع الكاتو تاعنا تهب لي البنات. وأنا في هذه المرحلة نبدأ نضيف الفرينة. أنا الفرينة اللي استعملتها هي فرينة ماما تاع كيلو، تكون مصفية ديجا مغولة. وراح نبدأ نضيف بشوية على هذيك الكاتو تاعنا. أنا البنات مانيش راح نقول لكم شحال استعملت، لأنه كل فرينة وكيفاه، كاينة اللي تشرب وكاينة ما تشربش، يعني تبقاو تضيفوا حتى تحصلوا على عجينة ما تكونش يابسة بزاف. لازم تخليو العجينة تاعكم طرية شوية البنات باه يجي الكاتو تاعكم يتفتت ويذوب في الفم. راني نضيف غير بشويه ونخلط غير بشويه هكا بصباعيتي برك ما نعجنوش، باه يجينا الكاطو تاعنا خفيف. ونلم فقط هكا حتى نتحصل على العجينه والقوام تاعها. كي تقيسوها يعني بيدكم الثانيه اللي ما تخدموش بها تلقاوها ما تلاصقش في اليد. راح تحطوها ترتاح في ساشي، من الاحسن تخليوها نص ساعه على الاقل في الفريجيدير من بعد تخدموا بها. بعد ما ارتحت لنا العجينه تاعنا تاع السابلي، هنايا البنات راح نجيبو نيلون ولا نجيبو توانسيري. راح نبدا نحل العجينه تاعي، بصح ما نحلوهاش بزاف، يعني يكون السمك تاعها يكون شويه خشين، لانه العجينه تاعنا ما درناش فيها الخميره باه ما يديفورماش الشكل نتاعنا. راح نحلها بهذه الطريقه. من بعد راح نجيب هذا الطابع اللي داير حاله هذا العام، راح نطبع الكاطو تاعي ونحطوه في البلا وندخلو. بعد ما سخنت الفرن تاعي هنايا الكاطو تاعنا ما نخليوهش يطيب بزاف، من بعد باه يجينا طري ويعني يتفتت كما راكم تشوفوا. راح نطبع بهذا الطابع، وتوانسيري راح يساعدنا باه يعني نخزو الحبات نتاعنا تاع الكاطو. راح نطيبوه على 170 درجه، ولمده الطياب تاعو ما يفوتش 10 دقائق ربع ساعه. وهنا راح نجيو نوجدو مع بعضنا كريمة الشامية اللي راح تعطي ذوقك مليح بزاف لهذا الكاطو تاعنا. نحتاجو كمية من الشامية ولا حلوة الطحينية، ونحتاجو كذلك شوية تاع زبدة، واحد ربع مغارف تاع زبدة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ونحتاجو مغرف تاع كراميل لأنه الكاطو تاعنا بذوق الكراميل. تقدروا تضيفوا سكر كلاصي، لكن أنا ما حبيتش نديرو لأنه ديجا الشامية تاعنا حلوة بزاف. وضفت شوية تاع فانيليا، خلطهم بالميكسر حتى تحصلت على هذا الكريمة. راح نحطها في اون بوش ونبدا نخدم بها. بعد ما خرجت الكاتو تاعي كما راكم تشوفوا ما خليتوش طاب بزاف، راهو اللون تاع الكراميل. خرجته خليته حتى بريطوش، حطيت هذيك الكريمه تاع الشاميه والتوفيه اللي كنت خدمتها معكم، وراح نخلي لكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف. راح نحط كريمه الشاميه على الجناب، ومن بعد في النص راح نحط توفيه كراميل بهذه الطريقه. الحبيبات تاعنا راح يجيو عاليين، راح من بعد راح ندخلوهم للفريجيدير يقعدوا واحد ربع ساعه، ومن بعد راح نديروا لهم شوكولا. وهنا جبت شوكولا نوار تاع المرجان، ذوبتها في الميكرووند، وراح حطيت لها شويه تاع زيت، يعني واحد 2 مغارف تاع زيت، وراح نطلي بيها الكاطو تاعنا بهذه الطريقه. كي تحطوها الكاطو تاعكم في الفريجيدير راح يعاونكم بزاف. من بعد راح تحطوه على البابي بويسون، من بعد تحركوه هكا باش ما تلصقلكمش الشوكولا من التحت.
بنفس الطريقة راح نكمل الكاطو تاعي. وهنا كيما راكم تشوفوا الشوكولا راهي جمدت في ساعة، نحيت هذوك يعني الزوائد اللي يجيو من التحت، وراح نزين الكاطو تاعي بهذه الطريقة. خدمت الوريدات هذوك اللي داروا حالة هذا العام، درتهم حطيتهم بشوكولا المرجان نواغ وزينتهم بالناكخي، درت له شوية تاع زيت وزينت. هنا جبت الناكخي اللي بقالي وجدرت، وكما راكم تشوفوا راني نرش على هذاك الكاطو تاعي. جبت الوريدات تاعي اللي كنت وجدتهم من قبل، وبنفس الطريقة يعني حطيتهم في النص، حطيت شوية شوكولا وراني لصقت فيهم. هذه الوصفة تاعنا تاع الكاتو في سلسلة حلويات العيد 2023. هاد الحلوى جات بنينة بزاف بزاف، محشية بالكريمة تاع الشامية اللي زادتها بنة على بنة، وثاني بذوق الكراميل، ودرنا توفيا كراميل. واللي راح تلقاو الوصفة تاع توفيا كراميل خدمتها في المنزل تلقاوها في صندوق الوصف. وهذا هو شكل الكاتو تاعنا بعد ما كملنا تزيين تاعو. هنا راح نقسم حبة معكم باه تشوفوها كيفاش جات خفيفة بزاف بزاف، وزيد كي تخليوها يعني في بورتمونجي راح تزيد تطرى معاكم أكثر وأكثر. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم والوصفه تاع اليوم ما تنساوش وما تبخلوش عليا بجنب باه نكمل معكم سلسله لي كاتو تاع العيد ان شاء الله اللي يكونوا اقتصاديين. المهم انا راح ندير معكم الوصفات اللي راح نديرهم وان شاء الله يعجبوكم. وكما راكم تشوفوا هذا هو الكاتو تاع اليوم، يا رب يكون نال اعجابكم. خليوا لي جيم وتعليق محفز، وان شاء الله نكون عند حسن الظن تاعكم. دمتم اوفياء لقناتي والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.